مشاهدينا الكرام، مشاهدي المصرية في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة ولقاء خاص. في الفترة الأخرانية يمكن شهدنا تعدد مش عادي للقنوات الفضائية. البعض بيشوف انه دي ظاهرة إيجابية لأنه لازم يكون في رأي ورأي آخر، لكن البعض الآخر يرى انه دي ظاهرة سلبية لأنها بتشتت الآراء وبتخلي في انقسام في المجتمع الواحد وفي الفكر الواحد. حول هذا الموضوع وكثرة القنوات الفضائية بيشرفنا وينورنا يكون معنا أستاذ دكتور صفوت العالم. بنرحب بحضرتك يا فندم، يعني ضيف عزيز جدا علينا. ربنا يخليك. بداية يعني عايزة أعرف رأي حضرتك، هل بترى تعدد القنوات الفضائية ظاهرة إيجابية أم سلبية؟ لا يعني هو ما فيش شك، مش القنوات، يعني هو حتى تعدد وتنوع الوسائل يمثل تنوع في الاتجاهات وتنوع في المضامين وتلبية لتعدد في الأذواق والاهتمامات والثقافات والرؤى. وبالتالي تعدد القنوات، تعدد الصحف، تعدد المجلات، تعدد وسائل وأساليب الاتصال والإقناع بتمثل دلالة إيجابية على المجتمع لو تم توظيف كل وسيلة توظيف يحقق الخصوصية والتميز وهوية كل قناة. مبسوطة حضرتك يعني قلت إنه يعني لو تم تخصيص طبعا. وتوظيف كل هوية بحسب انها تكون بتعمل في المجال الخاص بيها. لكن دلوقتي الحقيقة البعض بيرى انه في انفلات اعلامي. هل حضرتك مع هذا الرأي وسبب هذا الانفلات الاعلامي؟ لا، انا مش مع ان في انفلات اعلامي. هو في 3 ظواهر بتسبب ما يظهر من ان هناك ما يسمى بالانفلات الاعلامي. الظاهرة الاولى، في كثير من الازمات والمشكلات التي مرت بها مصر في العام وشهر الماضي، لم يكن هناك قرار سياسي او امني سريع يحسم ويحدد وينظم ويدقق في كثير من الازمات والمشكلات التي وقعت. لما يغيب القرار السياسي، لما يتأخر القرار الامني، الاعلام بيعرض مشكلة بين متظاهرين ورجال الامن، الاعلام بيعرض مظاهرة بين المتظاهرين ورجال الشرطة، هيعرضها ولا يستند الى اجندة، لانه لا في قرار طلع ولا في قرار اتخذ بشأن هذه الحادثة. بس الإعلام ما يقدرش يتجاهل هذه المشكلة، فيعرض الإعلام الأزمة أو المشكلة ويعكس فيها أجندته. وبالتالي لو الإعلام وقف مع المتظاهرين، يأتي القرار من الرسميين إن الإعلام منفلت. بالظبط. ولو الإعلام وقف مع الجيش أو الحكومة، يأتي رد يأتي فعل القرار الشارع. من الشعب والمتظاهرين. صحيح. إن الإعلام موجه. بائع. بالظبط. ويبيع كذا وكذا. وبالتالي أنا بقول للاتنين إن كل مؤسسة تقوم بدورها ونسرع في تحقيق الاستقرار والقرارات السياسية السريعة، حتى يمكن إن أجندة ورؤية الإعلام لا تصاب بالارتباك. وبعد ذلك أيضا نسرع في تنظيم ووضع البنية التشريعية المتكاملة لوسائل الإعلام المصري، لأنه في مشكلات كتيرة جدا محتاجة تشريع. اسمح لي حضرتك، يعني أنا شوية حاسة إنك تفترض حسن النية قوي، فخلينا ندخل شوية. حسن النية في مين؟ حسن النية في الإعلام بشكل عام. فأنا عايزة أبعد شوية وأفترض لا، ما أنا هقول ألعب دور أنا محامي لما الشيطان زي ما لا بيقول. الأول لما أقول إيه؟ لما أقول بنية تشريعية، يبقى لو في حد سيء النية، لو في حد قد يعني يفعل أشياء مش مطلوبة، إحنا بقى كإعلاميين نقعد أكاديميين ممارسين خبراء تشريع، عدد من الممارسين قادة الرأي، بعض السياسيين، نقعد كمتخصصين ونعمل جلسات استماع ونضع ضوابط تقنن الممارسة الإعلامية وتحسم الخلافات. يعني ما هو اللي انت بتقولي عليه ده ان مش كل الناس طيبة، كويس جدا،
السبب ايه؟ ان انا سبت نمط الملكيه في الاعلام في حاله تسيب. مفيش ضوابط. طب ايضا تيجي تقولي لي وقت الانتخابات مثلا في قنوات اصحابها رؤساء احزاب، حقيقي. هل ده ينفع؟ هو ده اللي انا كنت هأثيره طيب. الحقيقه في النقطه دي يا دكتور. طيب. فكره انه رؤساء او اصحاب القنوات هم اعضاء في بعض الاحزاب، وايضا في ازمه استاد بورسعيد واحداث بورسعيد والقنوات الرياضيه واللي ليها اتجاهات يعني غير واضحه، اثارت بعض المشاكل وسببت مشاكل كبيره. صحيح. وحركت الشارع بشكل معين، يعني ومن يديرون هذه القنوات، وايضا الاعلاميين اللي بيقدموا في القنوات دي غير متخصصين بالمره. يعني يمكن حضرتك ذكرت في احد حواراتك انه بياخدوا اللاعبين ويحطوهم على المكاتب انه او على الديسك المذيع وبيبقى مذيع. فكيف ترى الامر؟ البدايه القنوات عموما محتاجه آلية جديده للتنظيم وتقنين نمط الملكيه ووضع ضوابط للممارسة الإعلامية، وأيضا مراجعة كل العقود الخاصة بهذه القنوات ومقارنتها بالمضامين. ولا يمكن أبدا قناة تتحدث عن السحر أو الشعوذة أو المبالغة في علاج الأمراض أو استخدام الإعلان استخدام معيب وغيرها من الأساليب دي. واحد. اتنين، قنوات الفضائية الرياضية في كثير من الممارسات تنقل الرياضي بثقافة الملعب لثقافة الشاشة، وينتقل بتعصبه، لأنه كان يلعب في النادي ألف أو في النادي ب، فينقل تحيزه وتعصبه في الملعب على الشاشة أو على الميكروفون لناس عدد أكبر من الناس. احنا من 30-40 سنة كنا بنستنى فهمي عمر الإذاعي القدير صحيح يدينا نتائج المباريات في 7 دقائق، نتائج ملخصة محايدة متوازنة وعرض بلغة عربية رشيقة يمتع الأذن ويحترم الميكروفون. احنا النهاردة بنتكلم على مذيع بينتقل بأهوائه وتعصباته إلى الشاشة دون تدريب حقيقي. مش كده وبس، دون تأهيل. بعض المذيعين يقول لك ايه مساء الانوار ويقعد يتكلم 5 ساعات، لا قدامه سكريبت ولا قدامه فكرة واضحة ولا قدامه قضية، والتليفونات والنيوز بار شريط الشاشة مفتوح. التليفونات تنقل التعصب والتحيز والمذيع يستقبلها لأنها قد تكون مخططة وعلى هواه. شريط الأخبار يصف اللاعبين المنافسين أوصاف معيبة ولا أحد يقنن يخلق ولا يصحح جو من التعصب وبينقل التعصب ده طبعا للبيوت. حتى المعلق المعلق ده عنده فرصة ذهبية إنه يأثر في الرأي العام حقيقي. لما يقعد حوالي 2 إلا ربع ويتكلم، يقدر يقول يدخل في الحوار كلام ملوش لازمة، يعظم من دور رجال الأمن ملوش لازمة، يتكلم عن حزب معين ملوش لازمة، يذكر لاعب معين أكتر من اللازم، يعني يتحيز لإدارة نادي معين، بيوصل رسالة بكل الوسائل، فهو عنده يمكن. فترة ومساحة من الوقت يتكلم، بيدخل رسائل جوه البيوت. بالظبط. لا يمكن. الكلمة من فم الإعلامي تزن طنا. أكيد. الكلمة يا أستاذة سارة اللي أنت بتقوليها وتنسيها تأثر في بنتي الصغيرة حقيقي. وتأثر في مذيعة صغيرة السن وتأثر في شاب صغير السن. فبالتالي المذيع يجب أن يدرك رسالته، والإعلامي والقنوات يجب أن تكون لها رؤية ومرتكزات تستند إليها في رسالتها الإعلامية. إنما لا يمكن أبدا وبعدين في بقى مشكلة أكتر. لاعب الكرة الذي يأتي على الشاشة كمعلق أو كمحلل أو كمذيع جاء مستندا إلى حب الجماهير صح. التي تعصبت له في الماضي كلاعب، فلا تستقبله استقبال وفقا لاستمالات إقناعية منطقية، لا وفقا لمحبة سابقة بناء على الملعب، عاطفية حقيقي. وفي معظمها فيها أبيض أو أسود، وهي علاقة غير دقيقة. وبالتالي
اللي عايز يظهر مم. مهما كانت جماهيريته مم. على الشاشة أهلا وسهلا، مم. ياخد التدريب الكافي، مم. ياخد التأهيل الكافي، يتفهم القيم والأخلاقيات الإعلامية، صحيح. يتفهم علاقته بالشاشة إيه، مم. رسالته الإعلامية إيه، حتى يكون مدركا لكل أبعاد ووظائف الشاشة. إن كنا بنتكلم عن وضع ضوابط لهذه القنوات لكن بدون المساس برضو بالحرية. طبعا. يعني أحد النواب يمكن اقترح هذا الأمر، فأحد نواب حزب النور بوضع ضوابط معينة. رد فعل حضرتك إيه؟ هل فعلا المفروض إن احنا نكون بنحط ضوابط وإلى أي مدى؟ ومن يضع هذه الضوابط؟ الأول لكي نكون صرحاء أنا يعني أريد أن أهمس في أذن زملائنا وما يعني نواب الشعب إنه عرض الجلسات على الشاشة على الهواء مباشرة الخاصة بالمجلس النيابي محتاجة إن كل نائب يدرك رسالته، ومحتاجة إنه النائب كلمته بتتكتب في المضبطة، كلمته بتأثر في الرأي العام، صحيح. كلمته قد تصبح تشريعا. فبالتالي اللجان المتخصصة عندما تكون هناك اقتراح بقوانين تجلس مع المتخصصين في مجال حماية المستهلك، في مجال الإعلام، في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، في أي مجال، والإعلامي أو النائب يجب أن يتعلم ويدرك مضمون ومحتوى كل مجال، حتى إذا ما تحدث في المجلس كان حديثه منضبطا دقيقا واعيا لكل تخصص. طب ده خليني أسأل حضرتك، إنما لا يمكن أبدا يعني مش عايز اسيب النقطة دي، أنا مش عايز اسيب النقطة دي. ما أنا عارف، ما أنا جاي لك فيها. اه النائب اللي يقول إيه الإعلام محتاج رقابة قبل ورقابة بعد وتقييد كذا وتقييد كذا. طب أنا لابد أن أقرأ في الإعلام، أن أدرك مضمونه، أن أحتوي مفهوم الحرية الإعلامية، أن أدرك مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الإعلام. هنا يمكن أن أتحدث عن الحرية وأضبط إيقاع هذه الحرية في إطار حفاظ على ثوابت القيم، في إطار الحفاظ على النسق القيمي، على المسؤولية الاجتماعية، على أبعاد مهمة داخل المجتمع. ده يتم إزاي يا دكتور؟ يتم كثير من هذا الأمر، يتم بوضع تشريع يضبط ويقنن، بتأهيل الإعلاميين، بالتقنين الذاتي للممارسة الإعلامية. إزاي الكلام ده؟ أنت النهاردة في قناة معينة، أنت ومجموعة المذيعات ومجموعة المخرجين ومجموعة المعدين ومجموعة المصورين بنجلس سويا ونضع كود للمهنة بتاعتنا، نعمل إيه وما نعملش إيه في البرنامج ده، الفكرة بتاعتنا إيه. طب لما نتناول التقرير ده، هذا التقرير يجب أن يتحلى كذا وكذا وكذا. نوعية الضيوف، الضيف الفلاني ضيف متوازن ومتخصص، أهلا وسهلا. الضيف ده ضيف يتسم بالانفلات. مثلا في بعض القنوات الرياضية في ضيوف معروفين يجي لمدة ساعتين يقول لك ملفات فلان وفلان أنا عارف قضايا إيه، وفلان عنده كام قضية، وفلان سرق من فلان، وفلان عمل، وبستمر إني أجيبه. ما ينفعش، وبستمر. ما ينفعش. وأجيب الرسالة دي تتقال لمدة ساعتين ثلاثة وأعمل إعلانات عشان الناس تشاهد هذا العبث. لا، الرسالة الإعلامية يجب أن تكون رسالة دقيقة موضوعية لها هدف. الهدف هنا هدف يدعم القيم. دكتور اسمح لي، انا بتفق مع حضرتك جدا، لكن تطبيق ده على ارض الواقع ده اللي محتاجين نتكلم فيه. ده محتاج، اسمح لنا بس نشوف التقرير مع بعض ونرجع نتكلم ازاي نطبق ده على ارض الواقع. مشاهدينا بعد هذا التقرير مكملين كلامنا مع دكتور صفوت العالم. الإعلام سبب البلبلة اللي موجودة في الشارع المصري، وخاصة القنوات الغير مسؤولة التي تزيد من حدة التوتر في الشارع المصري النهاردة. القنوات الخاصة محتاجة الرقابة، لها تمويل مشبوه. أيضا المادة العلمية اللي تقدم فيها هي تخدم فريق معين وطائفة معينة. للأسف الشديد لابد من وجود أو وجوب وقفة هامة جدا من الأزهر الشريف ومن الإعلام لمواجهة هذه الفضائيات على مختلف
التيارات بتاعتنا. كثرة القنوات الفضائية إيجابية، لأن مطلوب في الفترة دي، وعلى المشاهد أن يختار. معظم أو كثير من المشاكل اللي حصلت في مصر الفترة الأخيرة دي بسبب بعض القنوات اللي بتزودها قوي صراحة. في بعض القنوات الفضائية الخاصة بتزودها جامد قوي. قنوات أغلبيتها إيجابية، لكن السلبية بسيطة. القنوات الفضائية المفروض تجيب الحقيقة، ما تجيبش يعني تصور ميدان التحرير على ان مصر وده اللي بيحصل في مصر، تشويه لصورة مصر. في قنوات بتبقى لغتها لغة إيجابية فيها مصداقية الخبر. في قنوات تانية ومش كتيرة قوي ما عندهاش مصداقية الخبر، هي بتبيع خبر، بيع الخبر عشان تجيب إيراد ليها. مشاهدينا، بعد ما شفنا معاكم آراء الجمهور في الشارع عن تعداد أو زيادة عدد القنوات الفضائية، نرجع نكمل كلامنا مع دكتور صفوت العالم. دكتور، يمكن سمعنا الرأي والرأي الآخر، البعض شايف أنها ظاهرة إيجابية والبعض شايف أنها ظاهرة سلبية. أنا عايز أرجع للكلام عن النقطة اللي كنت بتتكلم عليها، فكرة وضع ضوابط. ده شيء رائع جدا وكلنا نتمنى ذلك، لكن تحقيق ده على أرض الواقع يتم إزاي، وخصوصا مع وجود عدد كبير قوي من القنوات الخاصة؟ نحكمها ازاي؟ وكمان مع الوضع في الاعتبار عدم الحد من حرية الرأي. شوفي، كل قناة النهاردة بيديرها مالكها، صحيح، كأنها أبعدية، ما ينفعش. كل قناة لازم يبقى لها مجلس أمناء خبراء متخصصين لهم رأي يمثلون المجتمع في كل المجالات، ويتم تفعيل دور مجلس الأمناء ده في سياسة القناة وفي ضوابطها. نمرة 2، لابد من تنظيم البث ولابد من التدرج في المتابعة. يعني ايه تنظيم البث؟ يعني ايه تنظيم البث؟ يعني البث التلفزيوني النهاردة على الهواء مباشرة، يبقى الإعلان بالنون يجب أن يتم معلنش عن دواء أو شيء يؤثر على الصحة أو السمنة أو النحافة، لأن أنا وأنت نذهب للطبيب لدراسة الحالة. صحيح. ما يجيش واحد يقول لي إذا كان عندك مرض كذا خد المسحوق الفلاني تشفى على طول. لأن ممكن كوباية اللبن لو أنا خدتها ترفع الضغط، لأن أنا عندي أكتر من 50 سنة، بينما ابني اللي عنده 10 سنين تبني جسمه، تبني الكالسيوم. ده بيبين تفاوت استعداد الجسم. فممكن الدواء اللي أنا أخده يحدث آثارا جانبية لو تم تلقيه من الرسالة الإعلامية. المشكلة يا دكتور إنه شعبنا شعب كمان عاطفي ومتدين، فأحيانا كتير بيدخلوها في حتة التدين أمام كمان. صحة المواطن، أمام نسقه القيمي. حاجة تانية، الفتاوى الدينية لا يمكن أبدا مثلا في القنوات الدينية لابد أن نتعلم الكلمة التي تأتي على صورة فتوى، تأتي نتيجة اتصال تليفوني. واحدة تكلم شيخ تقول له جوزي عمل وما عملش ونسي وقال، هو بيكون رأي منين؟ لازم أسأل الطرفين ولازم يكونوا قدامي. لا يمكن أبدا كلمتني دقيقة قد تكون كاذبة، قد تكون مبالغة، قد تكون انتقائية. صحيح. فيما تقول أنا ما سمعتش لا يحق لك، حقيقي لا يحق لك أن تعيشي معه. مش كده بس. واحدة تانية بقى زعلانة من جوزها نص نص وشافت القصة دي فتقول له لا يحق لي أن أعيش معك لأن أنا شفت الشيخ قال خلاص. لا كل حالة بقياسها. صحيح. وموضوعيتها. الفتوى الدينية يجب أن تقنن ويتم أن الاستماع إلى كل الأطراف. كذلك في كل مجالات العمل الإعلامي. عايز أسألك سؤال، فين دور الإعلام في حماية المستهلك؟ في توعية المستهلك. أنا شخصيا عملت حلقة خاصة للموضوع ده قبل العيد على طول. في تدعيم سلوكيات معيبة قد تكون مرورية. نحن في حاجة إلى نسق قيمي يحكم سلوكياتنا. صحيح. الإعلام الوطني الذي يدعم القيم، يطور السلوكيات، يبني المجتمع، يربي أطراف الوطن حتى يمكن أن نشعر بالانتماء في هذا الوطن. دكتور، ميثاق الشرف الإعلامي دوره إيه في اللي احنا بنقوله؟ لا أريد أن أتحدث عن ميثاق الشرف
كشعارات أو كجمل، أكيد، لكن لابد أن نضع هذه الشعارات أو هذه الجمل على لائحة التطبيق في حالات عملية. وبالتالي من هذا السياق ومن هذا المنبر أنا بأدعو إلى أن نتضافر جميعا كقائمين باتصال وكإعلاميين في كل المجالات إلى تدعيم إنشاء نقابة جادة وحقيقية للإعلاميين. أنت لو اختلفتي مع رئيسك في القناة مين يحميكي؟ مين طبعا يحميكي؟ أكيد النقابة لابد من نقابة حقيقي. تحمي مصالح الإعلاميين من بطش الرئيس ومن الاختلاف في سلطة الرأي ومن احتمال تعرض اقتصادياتي ومعيشتي كمواطن أو كإعلامي للخطر نتيجة رأيي. وبالتالي لابد من تدعيم إنشاء نقابة مهنية وتضبط الأداء المهني. صحيح. أيضا شريطة ألا تكون هناك مغالاة في المطالب المالية لبعض الإعلاميين، وأن لا يتم ربط هذه الإيرادات ببرامج الهوى. الهوى مش ملكك كمذيعة، صحيح. الهوى ملك المواطن. أكيد. الهوى مش ملك رئيس القناة ولا صاحب القناة. الهوى طالما بدأنا كقناة فأصبح هناك عقد وجداني واجتماعي وسلوكي بين القناة والمشاهد. حقيقي. فالهوى ملك المشاهد. أنا إنما مع حضرتك اللي جدا. يقول أي كلام غير كده ويربط ده بمطالب مالية هنا أو هناك لا يفهم رسالته الإعلام. حقيقي يا دكتور اتفق معاك جدا. حقيقي انه لازم كل اعلامي يعرف انه الهوا ده ملك المشاهد، وان الوقت اللي بنقضيه قدام الكاميرا ده علشان نوصل رساله تفيد المجتمع، تفيد الاسر المصريه بكل الوسائل. حقيقي يا دكتور نورتنا جدا، سعدنا بحضرتك جدا، وكان نفسنا يكون الوقت يمكن اطول شويه لانه الحوار فعلا يحتاج. كان بينورنا استاذ دكتور صفوت العالم، استاذ كليه الاعلام جامعه القاهره. شكرا ليك يا فندم. فرصه طيبه. شكرا. مشاهدينا اتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا من لقاء خاص، وبكره فريق عمل جديد وحلقه جديده من لقاء خاص.